هسه تسألون ليش انا لابسه ابيض وهو لابس رسمي؟ لانه اليوم خيارك في اليوم راح تروح ويانا السنسناتي. هاي جايز، جود مورنينج. طبعا اليوم راح نسوي فلوج شويه مختلف. اليوم انا رايحه للمزاد اجيب شغله كلش مهمه. طبعا تعرفون المدمن مال الموتورات من يشتري موتور لازم شو يسوي؟ يشتري موتور ثاني، يشتري موتور ثاني، ثالث وثالث، ورابع. هسه احنا خلينا راح اراويكم شنو اشتريت من المزاد تقريبا بعد ساعة ساعتين. الفلوج يعني راح اراويكم سكشن منه وراح اسوي كات جمب كات للبارت المهم. بس اكيد هسه تسألون ليش انا لابسه ابيض وهو لابس رسمي؟ لانه اليوم شنو؟ اليوم حنتزوج عقد محكمة. بيسكلي احنا خلصنا من جزء المحكمة، بس هسه لازم نشوف الافيشينت. شنو يعني افيشينت بالعربي؟ شخص يسوي مراسم الزواج القانونية. يسوي مراسم زواج قانونية، هي شوية تختلف عن زواج المحكمة بالكامل. يعني صراحة أحلى شيء إنه أخلص مراسم الزواج القانونية ووراها قبل بوجهي. يوسف وراك هنا حبيبي. هون. أوكي. ورا ما نخلصها نروح للمزاد. يعني ماكو أحلى من هيك يوم. نسوي لكم سناب شوت. نقدر نصور لهم شوية جوا، صح؟ ايه. اوكي نصور لكم شوي من جوا من مراسم الزواج. ولا هو مو زواج يعني ديني، وانما مجرد زواج قانوني. يعني تكنيكلي لا ياكل ولا يشرب، بس بالقانون. والعقد مالتنا على مود الضرايب. لا مو لهالدرجة. Can you get this? اوكي I got it. حطيت الاتاشمنت حتى قاعد على الميز، ووراها نصور مراسم الزواج الحكومي. No, it's high five. This low five. There you go. Now we get. You're recording yourself. Oh, hi. That's hilarious. Didn't know Brian was left-handed. He is. Just gives me something else to poke him about. Well, he's fat. I mean, I can just take it down to the court and file it for you. I'm down there. I'm down there several times a week. Okay. That works, yeah. You taking another name? No, No, just skipping your name. it's too much paperwork. Trust me. Do we have any jewelry today? I'm already wearing it. Okay. Should I take it off? I know that. Someone's a little excited. You two are adorable. I can't. I can't. Shahad, do you take Yusuf to be your husband? Yes. Yusuf, do you take Shahad to be your wife? Yes. Okay. By the authority of the state of Ohio, I solemnize your marriage, and you two are husband and wife. Congratulations. اتزوجنا؟ ايد الغلط. it's باليمين. نو باليسار. ها. يمين. واحنا محكمة، بس محكمة من نسوي عقد قران نحاوله باليسار. طلع ايدك. He's taken. وهسه نروح ناكل أميت الجوع، وراها نروح السنسناتي. المطار موجود بسنسناتي. رح ناخذ الTRX وراح نروح نأجر عربانة مال نقل، وراح نروح السنسناتي نجيب المطار ونتعشى يم أطيب مطعم بسنسناتي. أكل من أوزباكستان يجنن. هاي إذا لحقنا عليه، إذا فاتحين اليوم. ان شاء الله. بس اكيد رح ناخذ ماما وراح نروح هسه نتريق في دريوب زين. امي تجوع. انا كل بالي الاكل، وين حنتغدى وين حنتعشى وين حنتريق. والباقي علي. والباقي علي، فانا ما لي علاقه بالباقي. وعلي سوق المطار، اصعد على التريلر بس. ها هي مو عاجبه الوضع. خلصنا هسه ونعبي الوحش بنزين. طبعا ما اتوقع ولا مره صورتها بالفلوج من دا اروح اماكن بعيده. فخيارك في اليوم راح تروح ويانا السنسناتي. بس ايش عندنا نقص يوسف؟ والله نقص. عندنا نقص الهوك.
ما ادري منو شايل الهوك بالسيارة، فلازم نحط هوك ونروح نجيب التريلر. هاي ال ما اعرف اسمها بالعربي، بس التريلر اللي يصعد عليه المطار. فاللي كان موجود على TRX ما ادري بيها وين الصراحة. يا راح نروح لبابا نجيب التريلر، نجيب الهوك نحطه بالسيارة، وراها نروح شركة يو هول نأجر من عندهم التريلر ونركب على TRX، وراها قبل نطلع للأوكشن مع سنسناتي. جبنا التريلر وهسه هذا راس يوسف، بس قاعدين نضبط التريلر. ما ادري اذا مبين هنا، بس هنا مبين بالكاميرا اكثر. جبنا فلات بيد اللي تجي من هذه الفلات والمفتوحة حتى نقدر نصعد عليها المطار. يا اما نلحق على اوكشن يا اما ما نلحق. صراحة اني خايفة من هذا الموضوع. ناس تقول راح تلحقون يبعد ساعة 20 من هنا، ناس تقول مستحيل تلحقون. ناس اللي قالوا ما تلحقون هو ابويا، واخويا قال لا نلحق، بس بنفس الوقت ما نقدر نمشي سريع على الهاي واي لانه التريلر يقوم يلعب يمنا ويسرى واني ميتة جوع. خلينا نشيك ايش قد يبعد المزار من هنا. ندخل على IAA. ايه يوسف. Baby, can you click on the brakes, hit the brakes, and then try the turn signal, please? I have to jump back. Give me a second. Yeah, jump to the other side, please. Sure. 1 second. Okay, brakes are good. Give me a left signal. Okay, give me a right signal. Okay, anything else? Can you turn on the headlights? Okay, perfect. Everything's perfect. Wait. يلا. وهسه بالطريق إلى سنسناتي. صباح الخير، مساء الخير. أخذت قيلولة على الطريق، بس وصلنا المزاد. طبعا أنا كمان أخذت قيلولة على الطريق. وابتدى السوق. اي خلصنا هسه من IAA، جبت التايتل مال المطار، وراح نسوي استدارة 360 وندخل من الباب الثانية حتى نحمل المطار. more of هو يحمل المطار وانا بس اصور cause I'm just a girl يعني. I think هذا الباب صح؟ اي هذا من هنا. خلي ادير لكم الكاميرا تشوفوها. طبعا اول مرة اوصل سنسناتي IAA. تأكد هذا هنا؟ ايه هوني. لا اوكي. الريفرس بالتريلر منا سهلة باي ذا واي. It's not. I think you should stop here and talk to someone. اتوقع لازم نحكي ويا احد. اتوقع هذا كلهم تو تروكس هنا. طبعا مبين المطر. بس بدنا نشوف وينه. هن بدهم يشيلوه على الفورك ليفت ويحطوه اللي يبين. Yeah. Does it run and drive? It runs and drive. بيها run and drive فتقدر تصعدها. بس خلينا نشوف ان احد يقدر يسويها. Baby don't go too deep لان لازم نحكي ويا احد. هذا قاعد بالسيارة. let's talk to him. حيراد له تنظيف عميق على هالطين يوسف. تنظيف عميق. عم نصدت على الطريق. كله سيارات مضروبة وكله سيارات. يا رحنا بنزل تسلا. يا احنا مو جماعة تسلا. هذول كل الايفي يمكن الكتريك لان هاي الهامر همين الكتريك كهربائية. هسه حكينا ويا واحد او يوسف حكى ويا واحد قال له احنا جايين ناخذ المطار. اكو مطعم اوزباكستاني هنا
بسنسناتي. طبعا كلش طيب أكلهم، وأكلهم كله حلال. أي هو هذا أبو الدمبلينجز. هذا هو. وش قد حلو. طبعا ما أقدر أصور من دايما حدخل، بس المدخل مالته يجي هيجي، عازلين الصالة الأمامية للرياجيل بس، وأكو باب. وين داخلي أقدر أصورها؟ وصلت هي هون على الكاميرا هيك. ما لحقت أصور. يلا مفاجأة، سبريز. حابة أصور لكم والله. طبعا يوسف كلش انسان اجتماعي، فاتوقع هسه يسوي صداقات وياهم، يتعرف عليهم، وسالفه تصير طويله لحد ما يصعدون المطار. لا تحركي خطيش اللي تغيبته. راح يحملوه. يلا انا اسحب خطواتي شويه. Is it neutral? It's auto? Where's the brake? No brakes. I think this is the gas. No, baby, that's the brake. Oh, That's the brake حياتي. أنا إيش قد ما أحبكم جايز، ما راح أصور بالمطر ورجلي من الطين، ف راح أقعد بالسيارة وخليهم ما يحلون المشكلة. أنا اللي علي المطار يوصل وأصعد بالمطار أفطر، لأن بصراحة تملجت وتمللت بعد ما أقدر. اجى يوسف اخذ تليفونه، فاتوقع راح يحاولون يبحثون على فد شي حتى يحطون الدراجة على النيوترال ويصعدوها، لانه basically بعدهم يصعدون بيها. اتوقع شغلوها بس حيصعدون بيها، ما اعرف، يانهم برا بعدهم. يلا قصدك انا ايش مسوية؟ هسه تذكرت هذا شباك ينفتح. خطيت بلله. بلكت خطية يقدرون يصعدوها بدل ما المطر يصير أسوأ. بس أهم شيء حصلت السند مالتها. طبعا تايتل من ولاية إنديانا، ما أريد أبين كل المعلومات، بس ولاية إنديانا اللي فوق مكتوب. بما إنه ملحق قد أصور طبعا موتور كامل 360 لكم، فمن أوصل المحل الوضع يكون شوية أحسن راح أصور لكم إياه. بس for now معلومات الموتور هي basically هو موديل سنة 22 لو 21. البودي ستايل مكتوب MC اللي هو، والموديل كان ام رايكر رالي اديشن. تقريبا سعة المحرك مالته اتوقع 900 سي سي 900 سي سي.
بس صح هو 900 سي سي ومبين عليه محرك كبير، بس بما انه هي 3 ويلر او دراجة ب3 تايرات، بالعادة التوب سبيد مالتهن ما تصعد هواية. يعني بما انه هي شغل دبر شلون بشتغل الموتور، بما انه الموتور هو يسحوا له كروزر اللي هو ما اعرف شنو اسمه بالعربي، بس ب3 ويلات 3 تايرات. هذا بالعادة ايش قد ما سعة محركة كبيرة بالعادة ما يمشي سريع على الهاي واي، ما يمشي سريع. يعني هذا الموديل مع انه هو رالي اديشن تقريبا من طلعتها على جوجل ما يمشي فوق 110 ميل بالساعة، يعني 110 تقريبا 180 كيلومتر بالساعة. طبعا البواعث على الداش مال التي ار اكس لان بيها بالمايلز وبيها بالكيلومتر، فشيكت السرعة، فتقريبا ما يتعدى 180 كيلومتر بالساعة. يظل سريع اي، بس موتوري الشخصي ال 400 سي سي يوصل 130، اسرع منه بشويه. ما اتوقع انه راح اسوي ماكس 130 او الموتور اصلا ممكن يوصل 130، لاني هسه ما مجربه صراحه، اخاف اجرب. ف صراحه كلش متحمسه لهذا الموتور، كلش متحمسه. يوسف خطيه قاعد على جوجل يدور شلون تشغله، شلون تحطه نيوترال وتصعد الموتور. بس دبوا على الاوكشن مال سنسناتي سيارات اللي بي مو سيارات كلش واو، بس السيارات اللي بي ضرباتهم خفيفة، واكو سيارات ضرباتهم مفلشة على الأخير. بس هسه اغلب السيارات دا اشوفها قبالي يعني الصراحة ضربات مو قوية، فعلى اغلب راح اعتمد واجيب منه سيارات اكثر. اللي صار حطيت عندي بوقتها اشتريت تقريبا سيارتين 3 من المزاد، كل واحدة من مكان، 2 من غير ولاية وواحدة من اوهايو بس غير مدينة، وهذا الموتور هم اشتريته. فاللي صار هو حطيتهم كلهم على الديسباتش اللي ما يعرف عن شرحه بفيديوهات ثانية. الديسباتش عبارة هي عن خدمة نقل مثل هاي الشاحنات تريلات، اكو منها صغيرة واكو كبيرة حسب المتوفر. يجون يشترون السيارة ويوصلوك اياها المحل مقابل مبلغ معين. بس بما انه اليوم هو راس السنة تاريخ 31/12، ما لقيت اي ديسباتش من سنسناتي، وما لقيت اي ديسباتش basically يريد يشيل هذا الموتور. ما اعرف ليش، ما اعرف شنو السبب. و either way رادوا تقريبا $300، واحد منهم راد $300، بس اني روحتي وجيتي كلها ما تتعدى $150، لانه رايحة بالتي ار اكس. تعبئة البنزين مالتها ايش قد هسه بيه التانكي؟ ثواني، فوق النص بشوية. عبيت السيارة $120، 100 وفتشي دولار، لان هو اوريدي كان بيها بنزين. عبيتها ب100، اجرت لي التريلر ب50، هاي 150، وراح ارجع للبيت والسيارة بيها بنزين، وانا متونسة على الطريق ورايحة اكل بمطعم. فايذر واي قلت اروح اني اجيبها واختصر الوقت واختصر فلوس، والواحد يتونس همين على الطريق. ف على طار الونسة صراحة أنا نمت الطريق كله، خليت يوسف يسوق واحدة. اوكي راح يرجعون يشيلوها. ما جلس حسيت تبع شوية ويشيله وياه بالفورك ليفت. I just want to ratchet it down. هسه اجي اساعدك لو You don't need to, baby. خلص
هاي هيانا there is another one he missed it. That's an extra one. اوكي. هسه راح نربطها، بس بالاول من اخذنا التريلر قالوا لازم تدفعون اي شيء تصعدوا عليه تقربوه كلش قريب على التريلر، يعني باقرب نقطة لقدام حتى ما يخل توازنه خلال السرعة من تمشون بالتراك. هسه بقى هسه نربطه. قطرة الماء جاي نص الكاميرا. المهم بما انه حطيني موتور مو اني بس هم حطوني موتور. طبعا هذه مو اول مرة اني اجي المزاد ويصعدوا لي شغلة على تريلر. قبل فترة تقريبا سنتين سويت عليه فيديو قصير على الانستغرام انه اشترينا سيارة من المزاد، وبيسكلي اكو جزء كبير من السيارة بقى بالمزاد. ابو الليفت ما حط لي اياه ويا السيارة حتى يجيبوه، فابو الترانسبورت ابو النقل جاب السيارة بدون القطعة الإضافية اللي نسيناها. أتوقع كان ترانزميشن كامل ناسي مو ترانزميشن، لا كان نسيت والله شو اسمه. إذا تذكرت أحط صورته راح أحطه. هو بيسكلي التاير والحبشكلات مالته كلها المتعلقة بيها لأنه كانت مفصولة من السيارة. فبالعادة هاي الشغلات إذا تشتريها جديدة لأي سيارة كان راح تكون غالية، إلا إذا عندك أنت الأصلية وتريد تبدل بيها قطع غيار جديدة. فبدال ما نضطر نشتري فد شي جديد ب$600-700 قلت خلاص نروح نجيبه. بس هذا الحكي صار بالمزاد مال كولومبوس، بالأوكشن مال كولومبوس مال IAA. فأخذت التي RX همينة ورحت لهناك قلت لهم اكو فلان شي الستوك نمبر مال السيارة هذا كانت بفلان مكان، وناسين البيرنج كله مال بيرنج يمكن ما ادري اذا ذكرت صورته راح احطه. المهم ناسين هذا كله عندكم، فاريد احد يحط لي على التراك اريد اخذه. فوالله كانوا كلش حبابين، وهمين اتوقع كانت الدنيا هيك مغيمة ومطر وكذا. Oh, do you like it? Oh, it's a camera. It is a You know camera. what I thought it was? But you know, I thought it was a taser. No. That It's is a Walking into a restaurant camera, with a taser. and it's a gimbal, so it doesn't move much. I love it. At first, that's what I thought that was. 'Cause I Yeah. got one about, like I said, this long. It's like the cattle prod. Yes. That delivers a lot of things. Well, you know, I have like a little bit of acres out there, so sometimes like coyotes or something comes too close, I can scare it. Exactly. Yeah. That is so cool. I love it. It's a nice camera. So it does a 360? Yeah, and with a push of a button, and it doesn't move. Well, it's a gimbal. stabilizer, right? Like a gyro. So it's Face tracking. It has face tracking basically. face tracking. Now it's gonna search for my face. That is so cool. Okay. Now it's gonna move with me. Okay. It detects his face and it follows his face. It's pretty cool. Yeah, that's cool. Next level stuff. So طبعا ردنا نروح مطعم Mango? Oh yeah, make it a double, whatever you're doing. I'll get you some mango juice. It's organic and eating. Yeah, that would be cool. Yeah, Thank you. thank you. So بالبداية ردنا نروح على مطعم أوزبكستاني اللي دائما أنا صرتي عادة نروح له. فدخلنا المطعم كانوا يقولون كل الأكل خلصان، ماكو أكل، ماكو تيك أوت. فدورت أونلاين ما دام إحنا بسنسناتي لقيت مطعم لبناني شو اسمه؟ Phoenician Taverna. فينيشن تابرنا. يعني الاشياء اللي على المنيو عنده مثلا عنده حمص، محمرة، طلبنا المحمرة لبنة، شنكليش، وطلبنا مجدرة، ما شو قرنبيط. طلبنا محمرة وكبة نية. كبة نية يعني لحم مثروق وني ما مطبوخ. طلبنا التافيرنا فلافل. مع انه انا عراقية وما ناكل احنا لحم ني، بس الاستاذ يوسف علمني اكل لحم ني. هسه صار من اطيب الاكلات اللي بصراحة اكلها. كل ما نروح المشيغان اطلب كبة نية، هالقد ما احبها يعني. Ooh, that looks Can I get nice. one, This please? is my IT guy. Look at this.
the 360. Yeah, I was just looking at that. He's like a, he loves that stuff. It's a really amazing guess camera. The attraction. Yeah, I was just more wondering why. Sorry. Yeah. It was a gift. Would you like to take a look at it? Perfect. Thank you. Thank you. What a beautiful Everybody wants place. to see your toy. Yeah, it's fun. I'll pass it around if everybody wants to use it. Ooh, delicious. Look at the cabinet. How it looks. Amazing. اوكي لازم نصورها. So هاي المحمرة وهذه شو اسمها فلافل تبرنا فلافل. وهذه كبنية. الكوبانية بس ماكو تحويجة يوسف. I think it's inside. تحويش الكبة is inside. inside Yeah. it. So طلبنا هواي اكل صراحة فدا وقلت لكم بدي ادور اونلاين ولقيت مطعم لبناني فقلت اكيد 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 لازم نروح نجربه يعني صراحة كلش متحمسة. اول ما شفت مطعم لبناني قلت اوكي يوسف راح يكيف عليه لازم نجربه. فرح نخلص اكل ويوسف طبعا تعرف على صاحب المطعم عرف معلوماته كلها اسمه والضيعة مالته وجهاله والعشيرة كلها تعرف عليه يوسف وهو قاعد منتظر الاكل. يا شوية ونشوفكم وراح اراويكم اسوي لكم هيك 360 على الموتور ورا ما نخلص اكلنا صراحة كلش جوعانة سو اشوفكم بعد شوية. هاي جايز طبعا وصلنا البيت وبدلنا ملابس كلنا كاشخين. اليوم احتفالنا بما انه راس السنة وزواج محكمة فقلنا احتفالين اصلا براس واحد. طبعا هاي حركات يوسف قال لي حتى ما انسى عيد زواجنا بالمستقبل هو راس سنة وهو زواج. المهم هسه رح نطلع نتعشى ويا اهلي ويا اصدقائنا بس شغلة واحدة ردت اسوي لكم عليها 360 قبل ما اطلع. I think كنا نعرف شنو هاي الشغلة. يعني هذا الوحش اللي جبته كل راد يشوفه. طبعا خلينا نشغل الضوء. ايه شوف الجمال. طبعا صاحبه مشتري جديد عليه temporary tag اللي هو license او رقم مرخص مؤقت. هذا شوف الجمال اللي عليه. عليه 1600 مايل. 1600 مايل يعني يا دوب ماشي. كل 10 مايل 15 كيلو. بدك تقول 2600 كيلو. شوف هسه الجراج شلون صار حلو. عندنا 3 ويلر عندنا موتور اللي ورا وعندنا جتسكي للصيف. يعني نقول الجراج مالتنا ختمناه والسيارات طبعا اليوم مو كلهم موجودين كلهم دا ينتظرونا بالمطعم واحنا بعدنا مخلصين. شوف الاظافر مالتي صاروا ويا لون المرسيدس شوف شلون كيوت. وهسه احنا مستعدين نروح. يلا اذا لحقت اصور لكم شيء بعد زياده اصور لكم. احنا اوريدي بابا طلب شو اسمه هذا الرادياتر اوريدي طلب واحد وطلب غطر للمحرك وبعد ما ادري ايش طلب لها غراض همينه. فاول ما توصل يوسف قال لي يريد يجرب يشتغل عليها. جرب شو هالحكي. شو هالحكي؟ في شي ورا جربت شي دغري بيشتغل. حركات. فيا خلينا نشوف شلون يصير. اذا لحقت اصور لكم شيء من القعده مالتنا بالمطعم راح اصور. if not هذا راح يكون النهايه مال الفلوج وان شاء الله اشوفكم بفلوج جديد. باي.